طريقة للجلاش سهلة وبسيطة ومش هتاخد معانا وقت، وغير كده كمان مش مكلفة خالص، هنعملها زي الجاهزة ومش هتاخد معانا وقت. يلا بينا نبدأ الفيديو. اهم حاجة تصلوا على الحبيب. ده اول حاجة نسمي بالله، وهننزل بكوبايتين من السكر عليهم كوباية ونص من المية فقط، وهننزل عليهم برشة من الفانيليا، وهنروح حاطين واحدة من الليمونة. طبعا لو عندك فانيليا من اللي هي اكياس البودر تقدري تحطي واحد بس فقط. وهنبتدي نديها كذا تقليبة، وهنبتدي نحطها على النار زي ما انتوا شايفين كده، تكون النار متوسطة تحتها، وهنديها بس كذا تقليبة، وهنسيبها لمدة 10 دقايق، يعني تظبطي الساعة عليها وتخليها 10 دقايق على النار. اول ما تفور كده تبتدي تدفي عليها النار وتسيبيها تبرد براحتها. وتعالي بقى نعمل الجلاش بتاعنا. اول حاجة انا ده جلاش مجمد، ماشي، من السوبر ماركت. لو انت عايزة تجيبيه جاهز جيبيه، بيكون احسن بكتير. بس انا هقولك الاخطاء كمان اللي حصلت معايا، ان انا يعني كنت مستعجله عليه فما سبتوش لحد ما فك خالص، فزي ما انتم شايفين كده بقى متقطع. بس الحمد لله عملتها وبأمر الله طلعت الجلاش والله زي اللي بره بالظبط. والله ما اقول لكم على الطعم يعني الطعم والقرمشه حاجه كده جميله جدا جدا. زي ما انتوا شايفين انا هبتدي كده، انا اخدت دول هبتدي اسيب الرقين هما ماسكين في بعض، فلو طلعتهم هيتقطعوا جامد، فسبتهم زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي اروح فردهم واروح نازله عليهم بدهنه من السمنه. دي سمنة عادية خالص، لو ما عندكيش ممكن تستعملي زبدة، لو ما عندكيش سمنة بلدي، لو ما عندكيش ده خالص ممكن تستعملي زيت عادي، بس الطعم مش هيديكي زي اللي هو بره بالظبط، مش هيكون مختلف شوية. لكن السمنة العادية بتدي طعم حلو، لكن السمنة البلدي بتدي احلى طعم، يعني احلى واحلى كمان. زي ما انتم شايفين انا اول راق رحت عاملاه كده، دهنته من السمنة، وهبتدي اروح حاطه الرق اللي فوقيها زي ما انتم شايفين مقطع، والله مقطع زي ما بقول لكم كده، ماشي. بس انا حاولت احط اول راق يكون ماسك نفسه، يعني اهم حاجه ان انت تحطي بس اول راق يكون ماسك نفسه، عشان لما تيجي تقطعي ما فيش حاجه تكون متقطعه حتت صغنطوطه من تحت، يعني تكون ماسكه نفسها. وزي ما انتم شايفين كده انا ببتدي ان انا اظبط الطروف. على فكره انا ما قفلتش الكاميرا، والله صورتها كلها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله، يعني عملتها وطلعت تحفه، والله العظيم طلعت تحفه. انا مش عايزه اقول لكم على الجمال، والله العظيم ان الجلاش اتعمل كاني جايباه من بره، كاني شارياه من بره، وما خدش معايا مجهود، وما خدش معايا وقت نهائي خالص، والله ما اخد وقت، وفي ثانيه كنت مجهزاها. زي ما انتم شايفين دول 4 رقات، ماشي. ما بتكتريش اكتر من كده علشان خاطر يستوي من جوه لما تحطيه في الفرن. وغير كده كمان ما تقلليش، يعني ما تخليهاش 2. عملتها وما طلعتش حلوة خالص، كأنك بتاكلي ورقة. زي ما انتم شايفين انا عملتها ل4 اجزاء، او انت ممكن تعمليها 5 على حسب الصينية، على حسب طول الصينية، ماشي، او عرض الصينية. فببتدي ادي للصينية كده دهنة سمنة، وهبتدي اروح نازلة فيها بالجلاش بتاعنا بالشكل ده. اهم حاجة ان انت تكوني مغطية الجلاش بتاعك علشان ما ينشفش منك، ماشي. وهنبتدي نعمل بقية الرقات زي ما انتم شايفين، اكترها مقطعة مش سليمة. بس انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اظبط الرقات واطلعها مظبوطة جدا، ماشي. ودي 4 رقات تانيين. هتبتدي ان انتي تحطي بالشكل ده، تعمليها 4 او 5 زي ما قلت لكم على حسب الصينية. هنمشي مع بعض واحدة واحدة برضو علشان اوريكم انا عملتها ازاي. انا عملت في الصينية 3 رقات، ماشي، يعني 3 وحدات جنب بعض. بس هوريكم الحتت الفاضية دي عملت فيها ايه، والله العظيم عملت فيها حاجات جميلة جدا. وتقدري بقى انت تحشيها زي ما انت عايزة، ماشي. ممكن تحشيها كاستر، ممكن تحطي اللي انت عايزاه، ممكن تحشيها اللي هتكوني حباه. لكن انا عن ذات نفسي بحبها سادة،
يعني انا كنت بحب اجيبها من بره ساده، لكن ما بقيتش اشتريها الصراحه من بره، يعني بقيت اعملها انا. بقيت اروح اجيب الطبق من السوبر ماركت، بلاقي فيه 4 قطع والطبق عامل لوحده 35 جنيه. فلما تجيبي واحده يعني لفه من الجلاش، وعندك كوبايه سمنه، يعني دي كوبايه سمنه اللي انا استعملتها في الجلاش كله، ماشي. كل حاجة موجودة عندك في البيت، ماشي، والسكر موجود عندك في البيت، والحاجات دي موجودة عندك في البيت. هتلاقي نفسك عملتي اكتر من 35 جنيه. يعني بدل ما كنت هتشتري طبق ب35 جنيه في 4 قطع، لا، هتعملي صينية فيها حوالي 30 ولا 40 قطعة. يبقى اني الاحلى. زي ما انتم شايفين، دي بقى الحتة الفاضية اللي انا بقولكوا عليها. انا عملت دول رقين، ماشي، ولفتهم زي صباع المحشي بالظبط. اه، زي صباع المحشي بالشكل ده، وجت بالظبط والله العظيم جت مظبوطة بالملي. فابتديت ان انا حطيتها هنا وهنا، وهنبتدي بقى نقطعها من غير ما نعوزها سمنة، علشان لو عوزتي سمنة وانتي بتقطعي هتمسك في ايدك، فاعرفي ان هي هتبوظ منك، الوش هيتشال مش هتبقى حلو. لكن قبل ما تدهني السمنة، بتبتدي ان انت تقطعيها مثلثات، وبتتقطع سهلة جدا، والله سهلة جدا. الحاجات دي سهلة جدا يا جماعة والله. ما تكسلوش اعملوها. احنا في الشتاء، وكل واحد بيكون عايز ياكل حاجة حلوة كده، حاجة سخنة. انا نسيت نفسي بحب الجليش والحمص والحاجات الجميلة دي. فببتدي اعمل حاجات على قدنا كده، ماشي. وحبيت برضه اوريكم الاشكال اللي انا بعملها، وما بتاخدش معايا حاجة. وغير كده كمان يعني عملت الصينية بسم الله ما شاء الله. يعني كمية حلوة قوي قوي. بص، لو قلت لكم بجد ان هي قاعدة عندي كام يوم، والله ما تصدق، والله قاعدة عندي كتير جدا. وغير كده كمان انا باخد كل يوم ايه، 2 3 واحدة كده. زي ما انت شايفين كده، انا دهنتها سمنة، هبتدي احطها في الفرن على درجة 180. بتولعي الشواية من فوق ومن تحت لحد ما تاخد معاكي لون كده بالشكل ده. بتقعد حوالي في الفرن، يعني معاكي من 10 ل11 دقيقة بالظبط. وتروحي مطلعها، وتخلي بالك كويس ان هي ما تتحرقش منك. وهبتدي بقى اجيب الشربات بتاعنا اللي احنا عملناه، آه بعد ما سيبته يبرد، ماشي بالشكل ده. وهبتدي اسقيه والجلاش سخن. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، بصوا مورقه ازاي. وغير كده كمان بصوا الجلاش واخد لون ازاي، والله واخد لون جميل قوي قوي من فوق ومن تحت. وبجد بجد تسلم ايدي، والله العظيم تسلم ايدي. اهم حاجه لو وصلتوا معايا الفيديو لحد هنا، يا ريت ما تنسوش تصلوا على الحبيب اللي يشفع فيكم يوم القيامه في التعليقات، وتقولوا ايه رايكم، وهل ترى ده ينفع يكون مشروع حلو، ماشي، مشروع حلو يعني، ويطلع ربح منه ولا لا. احب ان انت تقولوا تعليقاتكم، وتقولوا ايه رايكم في الطريقه دي، وان هي سهله جدا جدا، وما بتاخدش وقت ولا تكلفه ولا اي حاجه، وبتخلص معاكي بسرعه. واشوفكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.